يا صباح الفل او مساء الفل حسب ما بتشوفوا الفيديو. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا في اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لو اول بقى مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. النهارده كده عندنا وصفه غدا حلوه وجميله جدا وسهله وسريعه، وفي نفس الوقت برضو صحيه وبروتين، كلها بروتين. هي ايه بقى؟ هي الكشري من الاكلات الحلوه صراحه اللي انا بحبها، ويعني لحد ما نقول اقتصاديه شويه. لو مش هنعمل جنبها بيض او كده هتبقى اقتصاديه خالص ان شاء الله. يلا بقى كده نشوف معانا ايه. معايا انا بحط على النص كيلو عدس بحط عليه كيلو الا ربع رز. هنا بقى كان اقل من نص كيلو عدس شويه فحطيت له نص كيلو رز. عايزه اقول لكم لما العدس بيكون كتير بيبقى طعمه تحفه صراحه، وبيخلي طعمه حلو قوي. هنا كده بقى ايه، بقلب الرز مع العدس وبخلي العدس اكتر من الرز شويه علشان يبقى اصفر كده وشكله حلو. اسفه بقى لو غبت عليكم في الفيديوهات اللي فاتت، بجد كنت واخده دور برد كان مموتني، فما كنتش عارفه انزل معاكم بقى ايه اللي هو يوم بيوم الاسبوع، زي ما انا وعدتكم ان انا كل يوم هنزل لكم اكله شكل وروتين مختلف، بحيث ان يعني اوفر معاكي في الاكلات، وان ازاي الحاجه هتكفي 15 يوم ان شاء الله. بشكر بقى كل حبايب قلبي بصراحه اللي دخلوا القناه جديد، كلكم على راسي من فوق. بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا بجد بجد. فرحت بكومنتاتكم جدا جدا، ربنا يا رب يجازيكم خير ويكبر بخاطركم زي ما انتم بتكبروا بخاطري، وان شاء الله يجعل لنا عوض في القناه دي مكان اللي راحت، وباذن الله تتفعل. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا لسه عايزه 4000 ساعه، فيعني ادعوا لي ان ربنا ييسر امري كده يا رب، واقدر ان انا ايه، افعل القناه. تفعليها ازاي يا ساره؟ ان يعني يا بنات مهما انزل فيديوهات او تجيب اي مشاهده، ان انا ما بقبضش عليها لان القناه لسه ما اتفعلتش ربح، لسه عايزه مبلغ مني عشان افعلها، فان شاء الله الله المستعان. هنا بقى ظبطت كميه الرز مع العدس كده، وهعمل ايه؟ طبعا بسلق بقى جنب بطاطس وبعمل بتنجان. وحاولي كده ان انت كل يوم تعملي اكله مختلفه. يعني عايزه اقول لكم ان انا يوم الخميس قليت السمك، يوم الجمعه عملنا بقى الغدا المعتاد بتاعنا، وبعد كده يوم السبت عملت لوبيا، يوم الاحد مشيت مكرونه. النهارده امبارح عملت ايه؟ امبارح اللي هو العدس ده اللي هو الكشري. النهارده بقى التلات عملت صينيه بطاطس في الفرن، وعملت رز بشعريه وسلطه، وكانوا حلوين جدا، وان شاء الله الروتين لو هقدر هنزلهم لكم بكره. هنا بقى عملت ايه؟ سبت العدس كده مع نفسه، وجبت حبايتين بطاطس كده حلوين محترمين، وبدات ان انا اقطعهم واغسلهم غسله كويسه بقى واحطهم على النار. استقبل البطاطس بتستوى، هعمل الكشري على طول. حاولي ان انت تلمي بيتك بالخير كده، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تفيدك جدا. اكله زي ديت، يوم مثلا تقدري ان انت تجيبي فرخه، او تجيبي مثلا وركين، او تجيبي كبد وقوانص. اعملي الاكل اللي ولادك بيحبوه واللي هياكلوه. يعني بلاش تعملي اكله الولاد مش بيحبوها ومش هياكلوها، بلاش تعمليها. ليه بقى؟ لان طبعا هتزعلي جدا لو الاكل فاض، او مثلا الولاد ما كلوش. لا، يعني مثلا لو عندك ولادك ما بياكلوش الفراخ متحمره كده في الزيت وبيحبوها، مثلا تعملها لهم على طريقه الفراخ المقرمشه او كده، مش مشكله. يعني شوفي هم كم ولد، ربنا يخلي يا رب، وتعملها لهم على الطريقه اللي هم بيحبوها، علشان لازم الاطفال طبعا تتغذى وتاكل من الاكل اللي احنا بناكله. هنا بقى بعد ما قطعت البطاطس خدتها غسلتها كده واحده واحده، وهحط لها بقى ميه نظيفه وحبه ملح وهسيبها على النار. لو عايزين بقى اي فيديوهات او اي مشكلة حد يسيبها معانا، وان شاء الله نحلها مع بعض. والنهارده عندنا مشكلة كده ايه، يعني هي مش مشكلة، هي واحدة يعني بعت لنا مشكلتها وبتقول ان هي عايزة رأيكم وازاي ان هي تقدر ان هي تظبط امورها. بتقول يا سارة انا معايا 3 اطفال، يعني اكبر سن فيهم ربنا يخلي يا رب داخله 6 ابتدائي، ومعايا 3 اطفال، والميزانيه بتاعتي تكلفه الشهر كله 4000 جنيه. بس ال4000 جنيه منهم كهرباء وميه، واكل وشرب، وطبعا ماليه انابيب والحاجات دي كلها. طب يا حبيبة قلبي، ميزانية 4000 جنيه، هي ربنا يبارك يا رب ويزيدك إن شاء الله، هتبقى ميزانية حلوة جدا. أول حاجة هتطلعي صدقة، اللي هي الصدقة بتاعتنا، ولو حاجة بسيطة جدا، ده اللي دايما بقوله. أنا بس عشان ما تتوهوش مني، أنا بعمل العدس الأصفر بالبصل يا جماعة. تمام، هتطلعي حاجة بسيطة اللي هي بتاعت لله، وهتشيلي 200 جنيه في جنب كده، وتحطهم في ظرف او تحطيهم في البوك، وتكتبي دي عليها كده على ال 200 جنيه حتى للظروف.
تمام. حد تعب لا قدر الله، حصل اي حاجه في اي ظرف، عايزه تروحي مشوار، عايزه تجيبي حاجه في البيت، شيلي 200 جنيه. ومش شرط ان انا شلت 200 جنيه ان هي هتاثر معايا، لا، برضو لو احتجتيها هتلاقيها. طيب اول حاجه وهو قسم ايه؟ اللحوم. اسفه يا جماعه على البرد. وهو قسم اللحوم. طبعا ممكن تجيبي فرختين، والفراخ سعرها اليومين دول عسل عسل يا بنات. ممكن تجيبي فرختين، تجيبي كيلو ونص من السمك او 2 كيلو من السمك، تعملي في كل طقه يعني في كل غدا كيلو، يبقى عندك 2 كيلو من السمك وعندك فرختين، وعندك مثلا نص كيلو من اللحمه المفرومه او طبق لحمه مفرومه. خلي يا ستي هاتي الفرخه في حدود 150، خلي الفرختين ب 300 جنيه. يعني مش لازم تجيبهم كبار قوي، الفرختين ب 300 جنيه. وخلينا نقول يا ستي بلاش 150 سمك. لو الشبار ب 75 جنيه هتجيبي 2 كيلو سمك ب 150 جنيه. تمام، على ال 300 يبقى 450. طيب هيفيد معايا 50 جنيه، هحط عليها كمان 50 واجيب ب 100 لحمه مفرومه. بال 100 جنيه لحمه مفرومه واقسمهم على وجبتين، ب 100 جنيه هيعملوا لك حبه محترمين. لو رحت للجزار وقلت له اقطع لي ب 100 لحمه وافرمها لي، هيقطع لك يعني قطعه كويسه محترمه. وممكن تقسميها على قطعتين مع البصل مع الفلفل، ويبقى مثلا مرة تعملي صينية مكرونة، والمرة التانية مثلا تعمليها مثلا مع أي وجبة تانية، أو صينية جلاش جنب أكل مثلا مخلل وحاجة جنبها مع صينية الجلاش. يبقى عندك وجبة مكرونة ووجبة وعندك بقى فراخ. انتوا بتقولي ربنا يخلي 3 أطفال، وطبعا زوجك وانت يعني 5 أفراد. الفرخة 100 عليكم قوي تمام. وممكن كمان لو قسمت الفرخة ل8 ممكن تشيلي مثلا دبوستين، ومن الفرخة التانية مثلا دبوستين مع الجوانح مع الأجنحة مع الرقبة بتاعت الفرخة دي والفرخة دي مع الكبدة مع القناصة. شوفي بقى هتطلع لك كبدتين وقناصتين وأربع جوانح، ماشي، وهتطلع لك دبوستين. فبرضو ممكن تعمليهم بعد كده مثلا تعمليهم في طاجن او في صينيه بطاطس ويوم وعدى. تمام. ومره سمك، والمره التانية برضو اللي وراها زي ما قلت لك هيبقى معاكي 2 كيلو من السمك. ده كده قسم اللحوم. طيب قسم البقوليات، شوفي بقى انت بتحبي ايه. انا ممكن اجيب حاجه مختلفه، انت تجيبي حاجه مختلفه. مثلا شوفي لو بتاكلي الفاصوليا هاتي مثلا ربع كيلو فاصوليا، ربع كيلو لوبيا، ربع كيلو عدس اصفر. لو بتشتري رز، يعني انا مثلا الايام ديت لسه قايمه اشتري رز، لان احنا من الناس يا جماعه اللي بنشتري الرز اللي هو الحصى وبنبيضه. تمام. هاتي ب 100 جنيه، هاتي سعر الرز النهارده عندنا في المكان اللي انا فيه ب 22 جنيه. يعني لو جبت ب 110 هتجيبي مثلا في كل كيس ب 20 جنيه رز. ب 20 جنيه رز خمس وجبات. انت هاتي مثلا ب 100 بال 200 زي ما تحبي. ممكن تجيبي 10 يعني مثلا تجيبي 10 كيلو بال 220 جنيه، حلو قوي. طبعا بقى ده غير ممكن تكون انت مش محتاجه رز، انت مش كاتبالي، فممكن مثلا تجيبي اللهم صل على النبي، تجيبي شكاره مثلا لو عندك عربيه بتعدي بالقسط ولا حاجه، تجيبي منها شكاره وتمشي الدنيا. فالرز ممكن زي ما انت حابه ممكن تطلعي 200 جنيه للرز او 150. مثلا هتجيبي كيلو مكرونه، هتجيبي مثلا لو بتحبي تدمسي الفول في البيت هتجيبي ب 20 جنيه فول، وتظبطي امورك كده. وان شاء الله اكون يعني لو فدتك ولو بحبه صغيرين. زي ما قلت لك هيعتبر معاكي 550 لحوم وسمك ولحمه مفرومه. والفرختين يا جماعه عشان ما حدش يقول لي الفرختين ب 300 جنيه. هاتي الفرخه عامله حدود 150 160، هاتي لك فرختين ب 300 جنيه، هاتي لك 2 كيلو سمك ب 150، هاتي لك ب 100 لحمه مفرومه لو هتجيبي طبقين، و او اقطعي من عند الجزار ب 100 وافرميه. وده كده قسم اللحوم. والبقوليات هاتي من كل نوع ربع كيلو. شوفي لو بتاكلوا الفاصوليا هاتي فاصوليا، هاتي لوبيا، هاتي ب 20 جنيه كيلو شعريه. قسمي نفسك كده، وحاولي ان انت ان شاء الله تمشي بيتك على قد ما تقدري. حاجات التلاجة بقى، هاتيلك طبق بيض حطيه في التلاجة، هاتيلك مثلا 3 علب جبنة او نص كيلو من الجبنة الحادقة. بصي هتلاقي الدنيا اتوفرت معاكي جامد. بلاش الحاجات اللي ملهاش لازمه، بلاش الحاجات المبهرجه. هاتي لو نزلتي كل اسبوع السوق هاتي ب 200 جنيه خضار، هاتي طماطم، هاتي بصل، هاتي فلفل. هاتي مثلا حاجاتك اللي بتستعمليها في اليوم. زي ما قلت لك يعني حاولي ان انت تلمي نفسك. هنا بقى كنت عملت ايه؟
يعني تلمي دنيتك. هنا كنت خلاص عملت الاكل وحطيت فلفل وبتنجان ومخلل زي ما انت شفتوا، وكنت في اليوم ده كنت معلقه الغساله وكنت مروقه البيت. وهنا بقى بعد ما اليوم عدى خالص كافئت نفسي بايه، ولازم تعملي الحته دي، عملت لنفسي كده كوبايه شاي وقطعتين من الكيك واخدتهم وطلعت قعدت صراحه على السلم كده في الطراوه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله، وان شاء الله اكمل لك الميزانيه.